بالمناسبة على هذه المبادرة، والشكر الموصول للنائب الأول السيد ياسر كيزيكي على المجهود اللي دار معنا، اللي ترجم معنا تقريب المواطن بالمؤسسة. وكنود نشكر العائلة الفتحية بالمؤسسين ديالها والرؤساء السابقين، وشكرا جزيلا لكم على هذا الحضور نيابة عن المنخرطين ديال القدماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر نهار أحرص أمينها بالملتقى السنوي بالدورة الثانية احتفالا بالذكرى 25 لمرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعرش أسلافه الميامين، وأيضا نهار يتصادف اليوم الوطني للمهاجر وزيد المباراة قاص نيس مدينتنا عيد عشق بالمهجر. مرحبا بكم عمر في معهم ونتمنى لكم يجي إقامة كريمة. الملتقى نهار تيبني احتراما بالدرب المفهوم الملتقيات، لحقاش الملتقيات ماشي نفس تستمر اما تكريميه نخ احتفاليه نخ استحضار قيس التاريخ الامجاد، ولكن نهار احترام الجمعيه القدماء الفتح الرياضي الناظوري وين غادي يكون التجديد اللي هو وين الملتقى اللي هو ملموس الدعم هو كيبطو لحوايج الدعم مونيتاتيف وتسليم الحافله الفريقه تعتبر خطوه مهمه وإنجاز ضرب قرار الطاس يتوحسب إحجانا وخصم مرة أنا هنقول خطوات يمكن إحجارها محتاج نعاون كيف المخ محتاج نسوي عزات مستقبلا إن شاء الله ونشكر عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان واحد اللقاء تواصلي ديال الجاليه ديال اللعباء القدماء ديال الفريق الرياضي الناظوري، اللي كان واحد اللقاء تواصلي معهم وكنحييهم على هذه المبادره الطيبه، ونتمنى ان شاء الله هذه هي الانطلاقه ديال الفريق الرياضي الناظور، وخاصه المبادره الطيبه اقتناء حافله فريق الرياضي الناظور كانت مجهودات ديالهم، وكنشكرهم على هذه المبادره، ونتمنى ان شاء الله هذه هي الانطلاقه، وان شاء الله يبقى هذه اللقاءات ديال التواصل راه مهمه. لا كومينيكاسيون او نيفو ديال وخاصه في المجال الرياضي كتطلب مهمه جدا وكتقرب المسافات، وان شاء الله لان لاعبين دازوا فريق الرياضي الناظور قدماء دابا راهم في المهجر وهازين لها من هذا الفريق هذا اللي عارفينه اللي كيعاني لا في الامكانيات الماديه ولا بزوف ديال الامور، ولكن كنشكرهم ونتمنوا ان شاء الله اليد في اليد من اجل فريق الرياضي الناظور، وهذه هي الامنيه ديالنا. كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه اللي كتواكب فريق الرياضي الناظوري لا من قريب ولا من بعيد، وبدون منابر اعلاميه بدون كما نقولوا السلطه الرابعه راه حتى حاجه ما كتزيد قدام. وكنشكركم كاملين ونشكروا هذه المنابر كامله. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا على هذا اللقاء والثقه اللي درتوا فينا. ما شاء الله اليوم داز واحد العرس كبير. الجاليه الخارجه بالمهجر يعني قاموا بواحد المجهود كبير، ولأول مرة في التاريخ داروا يد في يد، بالأخص اللعابة القدام وسميتو حتى المحبين القدماء، يعني داروا واحد المجهود كبير. سلموا الحافلة الفريق فتح الرياضي الناظوري، الحافلة يعني في المستوى عالي، وإن شاء الله من هنا الفوق تنفكروا باش نمشيو بعيد، ماشي غير بالحافلة ولكن نمشيو باش إن شاء الله يكون الصعود للقسم الوطني الثاني. كما تنوعد يعني الجمهور الكريم إن شاء الله هاد الدوزيام ديفيزيون راه ماشي شي حاجة واعرة، الصغير المكتب يخدم، المكتب كله المكتب المسير خصو كله يخدم، كل واحد بالمهمة ديالو وياخذ المسؤولية. يعني هنا المشكل اللي عندنا اليوم في الفريق هو
الرئيس بوحده هو اللي كيدير كل شيء، يعني ولو يعني تلقى بواحد المساعدة كبيرة من طرفي. يعني ما شاء الله خدمت هذه السنة يعني يعني فاش دخلت انايا دخلت في الوقت ديال الميركاتو، فهمتي، يعني في وسط السنة، والفريق كان مشى في حالته. من تما بدينا كنخدموا، وخدمت بوحدي بكل صراحة 3 شهور ما كيعترفوش بالعمل ديالي، ولكن هادشي درتو للفريق الفتح، درتو للجمهور الكريم ديال الفتح، وبالاخص سميتو الجمهور ديال الناظور الكبير والريف باسره، لان سميتي تبارك الله يعني تيصفقوا عليها. من النهار اللي بديت الى يومنا هذا دابا ازيد من 53 سنه ما كنتغيرش. كيعجبني العمل، كيعجبني نخدم، وهذا الشيء باقي مازال غادي يبان نهار 20 غشت، يعني في هذا الاسبوع الماجي من وراء هذا الجمع العام. غيكون ان شاء الله يكون خير، وكل شيء غيتجدد، كل شيء غيتصاوب ان شاء الله بحول الله. كنشكرهم باسمي وباسم جميع اعضاء الجمعيه، كنقول لهم شكرا جزيلا على التغطيه ديالكم وعلى المجهود ديالكم اللي كديروه في سبيل تطوير الرياضه بالاقليم. اليوم كان عندنا الملتقى الثاني لجمعيه قدماء ومحبي فتح الناظور باوروبا، بمناسبه احتفالا بعيد العرش المجيد لتربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس على العرش الدوره 25 او السنه 25، واحتفالا ايضا باليوم الوطني للمهاجر، وايضا كانت تحت شعار الفتح عائله. واليوم ايضا كان عندنا اهداف اللي حققتها الجمعيه ديالنا. الهدف الاول اللي كان الانخراط في الفريق، الهدف الثاني كان الملتقى الدولي اللي دار في بلجيكا، اللي تلقى واحد نجاح الحمد لله، يعني كان واحد النجاح كبير. والهدف التالي اللي درناه اليوم انه تسليم الحافله للفريق بفضل الله وبفضل جميع اعضاء الجمعيه اللي داروا واحد المجهود كبير، يعني ضحاو بالمال ديالهم الخاص، احنا كنقولوا بالمال ديال ولادهم، الناس اللي بسطاء اللي كينوضوا مع 4 الصباح، يعني الطبقه العامله ما شاء الله. وديما ملي كنديروا شي نداء او شي مساهمه سواء انسانيه، لان العمل الانساني ما كنخرجوهش للاعلام او المسائل، ولكن ديما ما كيبخلوش علينا. اي مبادره، اي ملتقى، اي عمل، يعني درنا نداء للاخوان ما كيبخلوش علينا. كنشكرهم جميعا بدون استثناء. كاين الجاليه اللي اسبانيا، كاين في فرنسا، كاين في سويسرا، كاينه في النرويج، كاينه في انجلترا، كاينه في هولندا، في المانيا، بلجيكا، يعني جميع الدول الاوروبيه تقريبا. يعني اي ملتقى درناه كيجيو يعني كيضربوا عناء ديال السفر، المساهمات الماديه، يعني باش نقول لك الشعور ديال الاتجاه ديالهم، يعني حاجه اللي غنقولها في الجهه ديالهم قليله. كنقول لهم بارك الله فيكم، الله يجزيكم والله يحفظكم والله يدوم المحبه. بارك الله فيكم. اليوم كما شاهدتوا انه تم تسليم المفاتيح ديال الحافله للرئيس الفريق سي محمد رمضاني، والحمد لله. نشكر يعني جميع اللي حضروا معنا ولبوا النداء. شكرا للجميع، واتمنى يعني مسيره موفقه للفريق ديالنا ان شاء الله. يكون